مساء الفل، مساء الياسمين، مساء العسل الابيض على احلى واغلى متابعين. النهارده بقى الفيديو بتاعنا روتين في نص الليل. بصراحه بدات روتين الساعه 2 بالليل، لاني كنت بالنهار كنت تعبانه شويه، فما كنتش بصراحه قادره اقوم اعمل حاجه. بس لما لقيت الدنيا خلاص وصلت للمرحله اللي انتوا هتشوفوها دي، اتغلبت على تعبي وقمت اشوف اللي ورايا. طبعا لازم تشجعوني بقى، ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس يوصلك مني اشعار بكل جديد، وكومنت حلو زيكم يا احلى متابعين. ده يا جماعة بصوا بوكسر بتاع بحر حلو قوي، زوجي جايبه لابني الصغير، بس خامته حلوة قوي. الواحد عامل 75 جنيه، جميل جدا وممكن يقعد بيه عادي في البيت. طبعا شفته في اول الفيديو اللب بقى كلين لب وعصير ومش عارف ايه، فقمت مسكت اللب كله ونضفت الترابيزه. دلوقتي بقى هغير فرش السريرين كله وافرش فرش طبعا نضيف. طبعا يا جماعة لازم حتى لو تعبانين هنتغلبوا على تعبنا، علشان ما فيش حد طبعا بيساعد حد. وزي ما بيقولوا كده، الله يعيننا جميعا يا رب. لازم بقى تشيلي فرش البيت بجد، نصيحة يعني تحطيه في الغسالة على طول دورة كده، لانك لو سبتيه هيتراكم عليك. دلوقتي انا حطيت شوية اوكسي باودر، وده كوريكس الوان يا جماعة، بس بحطه في الابيض والالوان بيخليه زي الفل. وده دوني برضو بجيبه من عند بتاع منظفات، ريحته قوية جدا وجميل. واللتر بقى ب10 جنيه، مش ب6 ولا 8. ربنا يعيننا يا رب على اللي احنا فيه وعلى اللي جاي كمان. دلوقتي بقى هدخل على الأوضة تاني، يعني عقبال ما انا اخلص الأوضة تكون دورة الغسيل دي خلصت بتاعت فرش الأوضة وانشره. دلوقتي جبت اللي هو جلانس بتاع الإزاز، منظف الزجاج، وامسح بقى بيه. الدنيا عندي بتبقى متطربة دايما، لان طبعا البلكونة دايما ليه الألموتان بيبقى السلك مفتوح، فدايما التراب بيدخل على الأوضة، فبجد بيخليها مش نضيفة خالص. فدايما على طول اعملها. مسحت بقى كل حاجة على الشفونيرة ورجعت كل حاجة مكانها. زي ما انتوا شايفين. ترى بس الكمبيوتر برضو يعني حد يعني بجد صعبة جدا، بتلم كمية تراب رهيبة. دلوقتي بقى امسح الازاز وامسح شاشة الكمبيوتر زي ما انتوا شايفين كده، بس بصراحة بتروح زي الفل. دلوقتي بقى انا شلت طبعا السجادة، نفضتها وجبت المكنسة ام كهربا وبكنس. هتقولي لي بتكنسي الساعة 2 بالليل بالمكنسة ام كهربا؟ هقول لكم هعمل ايه. يعني فعلا صوتها مزعج، بس مش بايدي، يعني انا عايزة انضف وخلاص. جبت بقى شوية داوني كده. انا هستعمل اللي هي المساحة دي، جميلة جدا جدا جدا. طبعا انا مش هجيب جردل بقى، جردل على ايه؟ اللي هي حتة صغيرة اللي فيها سيراميك. هجيب شوية الداوني وشوية مية كده صغيرين وارشهم في الارض، وبعد كده امسح بقى السيراميك كله. بصوا بقى الجمال، بجد الريحة كانت روعة روعة روعة. تسيبي السيراميك لما ينشف خالص، طبعا عليت المروحة، نشف خالص السيراميك، وبعد كده حطيت السجاده بعد ما نفضتها. بصوا راحت زي الفل. انا السجاد ده يا جماعه انا كنت غسلاه مش في دراي كلين. بجد بالذات السجاد ده انا بحب اغسله على ايدي، علشان بحس ان هو انضف مليون المية من الدراي كلين. دلوقتي بقى هبدأ اجيب اطقم السراير وافرشها. طبعا انا بحب دايما افرش ملايتين شبه بعض، بحس ان الاوضه شكلها احلى وارقى بكتير ما يبقى ملايه وملايه، وطبعا دي يعني اذواق. دلوقتي بقى خلاص بفرش السرير الاول زي ما انتوا شايفين كده. دي بصوا بقى المنظر، بصوا بجد يعني استحق لايك ولا لأ؟ بصوا الجمال، راحت زي الفل. الشوفونيرة بقت زي الفل، والسجاد نفضته وسيقت. بصوا فريدة اللي هو ارابيسك ده معطر فظيع، ريحته جميلة جدا جدا جدا. والسراير فرشتها شبه بعض، وبجد حسيت براحة نفسية. دلوقتي بقى هدخل على المطبخ واشوف بقى المواعين اللي انا غسلاها هرتبها. وطبعا عندي مواعين في الحوض، الاولاد طول النهار بقى طبعا كوبايات واطباق والذي منه. وطبعا انا كنت نايمه تعبانه فالدنيا متكركبه. بصوا دلوقتي بقى هنغسل المواعين واصفيها برضو، وبعد كده اخدها احطها في اللي هي المطبقيه اللي انا معلقاها على الحيطه.
بجد بتفرق معايا كتير. كانت الاول المكان ده ضيق عندي، للي متابعني كانت المطبقية عندي على رخامة، دي كانت خانقاني بجد والله. دلوقتي لا، بجفف المواعين واحطها على المطبقية، علقها اللي هي الرشاقة يعني، زي ما انتوا شايفين كده. بصوا، لازم يعني اقول لك ايه، لو هنتعبوا ساعتين تلاتة هتلاقي سبحان الله يعني البيت اتكركب، المطبخ اتكركب، الغسيل برضو زاد عليكي، لان طبعا الجو حر جدا. ربنا يعيننا يا رب، ويا رب يا رب يعني يكفينا يا رب نار جهنم بجد والله. يعني صعب جدا الجو، كل شوية الولاد عايزين يخشوا ياخدوا دش، الجو حر قوي، فالغسيل هيزيد عليكي. ما الحمد لله. فزي ما بقول لكم كده، الواحد لو قعد يوم تعبان الدنيا بتتكركب حوالين منه، فربنا يعيننا جميعا يا رب. دي اللي مسحت طبعا بيها الارضيه بتاعت غرفه الاولاد، بغسلها كويس جدا، وبرضو بطلعها في البلكونه نشرها علشان تنشف واشيلها. ودي الفوطة بتاعت التنشيف، حلوة جدا يا جماعة، فوق التنشيف المطبخ دي رهيبة حلوة قوي. دلوقتي بقى ادخل على طبعا البوتاجاز، بصوا مسخنين بقى عيش يعني الدنيا هايصة. ده اللي هو تنظيف يومي، يعني مش تنظيف عميق، اللي انا بعمله معاكم ده تنظيف يومي. طبعا لو قعد يوم ولا يومين يعني اعوذ بالله، يعني بيبقى البوتاجاز عايزه اخده بصراحة ارميه، بيبقى مش نضيف خالص. فلازم يوميا انا اعمله كده، لكن لو قعدت يومين او ثلاثة بيبقى صعب جدا جدا جدا. بصوا راح زي الفل. دلوقتي بقى خلاص اهو، بصوا انا خلصت الاوضه ودورة الغسيل بتاعت فرش الاوضه خلاص. دلوقتي بقى الترابيع دي بتاعت الانتريه احطها في الغساله. كان عندي شويه اريال صغيرين برضو كوريكس الوان وشويه دوني، وهفتح عليهم برضو ايه دوره كده، يروحوا زي الفل بجد والله. احطهم على المنشر يطلع عليهم الشمس، تتشمس كده شموسه حلوه، بعد كده ادخلها. اجيب بقى المكنسه المكهرباء وادخل على المطبخ وعلى الطرقه واكنسهم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الدنيا مليانه لب وكانت مليانه وساخه، فكنست كله بالمكنسه المكهرباء. والغساله شغاله على الترابيع، ودوره الغسيل بتاع الفرش غرفة الأولاد خلاص، وخلصت المواعين ودعكت البوتاجاز زي ما انتوا شايفين بقى زي الفل، مخلتش مواعين خالص، غير هي الطاسة بس كنت عاملة فيها بيض وبسطرمة فلازقة، فلازم طبعا تتنقع شوية. بصوا بقى المطبخ، سجادة المطبخ والطرقة راحوا زي الفل، كنستهم ومسحت وخليت الدنيا زي الفل. وزي ما بقول لكم يا جماعة ده روتين ليلي بجد والله. بس التعب ساعات بيبقى متغلب علينا، بس في الاخر طبعا احنا هنتغلبوا على التعب عشان معانا اولاد ومسؤولية وكده. دلوقتي طبعا لازم اكافئ نفسي، فقلت اعمل لنفسي شعرية بالسكر. جبت الحلة وحطيت فيها المادة الدهنية، انا بحب بصراحة اعملها بالزيت بتبقى خفيفة جدا. عايزة انت تعمليها بالزبدة او السمنة براحتك، بس بحس ان هي تقيلة شوية. هفضل بقى اقلب الشعريه كده في الماده الدهنيه لحد ما تاخد معانا اللون اللي هتشوفوه معايا في الفيديو. في لون معين كده انا بحبه، في ناس بتطلعها فاتحه وغامقه او غامقه قوي، انا ما بحبش كده بصراحه. اهو بصوا بدات بقى تدخل في ان هي تاخد اللون اللي هو الذهبي القمر ده. بصوا ابني بقى كان عايز ياكلها باللبن، انا ما بحبهاش باللبن، فكان عندي شويه لبن فغليتهم له، وطبعا في نفس الوقت بغلي ميه في الكاتل علشان انزل بيها على الشعريه، عشان لو حطيتي ميه بارده ممكن الشعريه تعجن معاكي او تتمسك في بعضيها، لكن الميه السخنه هتطلع معاكي مفرفره وجميله جدا. بصوا بقى اللون اهو، اللون ده انا بحبه. في ناس مش عارفه بحس بطلعها فاتحه قوي او غامقه قوي، لا هو اللون ده اللي انا بفضله، اللي هو الذهبي القمر ده. طبعا انا شلتها من على النار علشان ما تيجي تنزلي بالميه، طبعا كلنا عارفين الخطوه دي. بصوا 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 بقى، خلي بالك برضو على ايدك، لان بجد الميه السخنه بتطرطش، ممكن لا قدر الله في الحركه دي ايدينا تتحرق او حاجه. فيا رب يا رب يكفينا جميعا شر الوحش. فدلوقتي حطيت شويه ميه صغيرين بحيث ان هي تستوي معانا. طبعا احنا عارفين ان الشعريه ما بتاخدش سوا كتير، حتى لو بنعملوها مع الرز او نعملوها شوربه برضو مش بتاخد يعني سوا كتير. وطيت بقى خالص خالص، يعني خليت النار كده شمعة،
وحطيت الشعرية عليها علشان تستوي معايا براحتها، وفي نفس الوقت ما تتلسعش معايا او تتحروق. بصوا بقى شكلها تحفة 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 بجد، كانت جميلة وطعمها وريحتها حلو. انا هجيب سكر بودرة بقى واحط عليها، والسكر حسب الرغبة، عايزة تحطي سكر بودرة تمام، عايزة تحطي سكر حبيبات برضو تمام، انا بحبها بالاتنين. بس اليوم ده حبيت كده اكلها بالسكر البودرة وطلعت معايا جميلة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وروتين برضو عجبكم، واشوفكم على خير يا احلى اغلى متابعين على قلبي. متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس يوصلك مني اشعار بكل جديد، والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. واشوفكم على خير ومع السلامة.